للناس ولينذروا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سمعت سابقا عن دين الكوكتيل؟ إذا لم تسمع هذا الاسم من قبل فاعلم أنك تعيش عصره. قد تقول ما دين الكوكتيل؟ أقول لك سيجيبك علماء الاجتماع أنه تدين انتشر في الغرب، يختار فيه المتدين من دين أجداده أو دين بلاده ما يوافق مزاجه ويرضي الثقافة الغالبة في عصره. هو دين لا يلتزم أحكام كتاب مقدس أو منزل، ولا عقائد مذهب، ولا إرث أمة. هو دين يخضع العقيدة إلى المذاق الخاص والمزاج العام. وقد ذكرت بعض هذا الأمر في عجالة في كتاب العلمانية طاعون العصر ببيان ما عليه تدين اليوم في أوروبا. ودعني أقرأ سريعا ما في الصفحة 273. ففي هذه الصفحة هناك سبر ذكره جريف ديفي في مقالته Europe the exception that proves the rule. أوروبا الاستثناء الذي يثبت القاعدة. ذكر فيه أمر هام جدا يتعلق بالتدين الأوروبي اليوم على الصورة التي تتعقب العقائد الكبرى، ثم يقول لك نسبة أوروبيين الذين يؤمنون بهذه العقيدة. طبعا الأصل أن نكون هؤلاء إذا آمنوا بالنصرانية أن تكون أصول النصرانية كلها على نفس النسبة، يعني 70% يؤمنون بالله، يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار، يؤمنون بالشيطان، غير ذلك. لكن الأمر مختلف، إنه دين الكوكتيل. النسبة في أوروبا عامة، المعدل الأوروبي الإيمان بالله 70%، الإيمان بالروح بعد الموت أو وجود روح بعد الموت 61% تنزل، الإيمان بالجنة 41%. طيب النصرانية فيها الإيمان بالجنة والنار؟ لا، تنزل النسبة من 70 إلى 41. الشيطان تنخفض النسبة 25، جهنم 23، القيامة من الموت 33. هناك ضعف شديد في الإيمان بالغيب، وهناك ملاحظة كبيرة جدا أنه الأمور تتعلق بسلطان الله سبحانه وتعالى في العقوبة والجزاء تنخفض النسبة كبيرة، لأنه في دين الإنسانوية الإنسان هو المركز ولا سلطان لإله حتى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، عياذا بالله من هذه العقائد الخريبة. لو ذهبنا إلى التفاصيل سنجد أنه في بلجيكا مثلا 63% من البلجيكيين يؤمنون بالله، 52% تنزل النسبة يؤمنون بالروح بعد الموت، 30% الجنة، 17 الشيطان، 15 جهنم. فرنسا 57% يؤمنون بالله، 50% الروح بعد الموت، 30% الجنة، 19 الشيطان، 16 جهنم، 16 تنزل لهذا القاع. لو ذهبنا مثلا إلى إيطاليا باعتبارها دولة متدينة مقارنة بفرنسا تجد نسبة عالية، 83% يؤمنون بالله، 67% يؤمنون بالروح بعد الموت، 45% الجنة، 35% الشيطان، 35% جهنم، 76% الخطيئة، و44% يؤمنون بالقيامة بعد الموت. لو ذهبنا مثلا إلى هولندا 61% يؤمنون بالله، 63% يؤمنون بالروح بعد الموت، 34 الجنة، 17 الشيطان، 14 جهنم، 43 الخطيئة. طبعا أكبر تشوه عقدي تجده في السويد. السويد 15% فقط يؤمنون بالله، ثم ترتفع النسبة فيما يتعلق بالحياة بعد الموت إلى 59%. لاحظوا الفارق، بلجيكا 63% يؤمنون بالله، 52 الحياة بعد الموت. السويد بالعكس 15% يؤمنون بالله، 59% الحياة بعد الموت، 12% فقط يؤمنون بالجنة، 9% فقط يؤمنون بالشيطان، 3 فقط بالمئة يؤمنون بجهنم. ولذلك تنتشر في السويد قضية قتل الرحمة، إنسان يكبر يمرض يطلب من الدولة أن تعينه على قتل نفسه انتحارا. هذا هو ما أدى إلى ظهور ما يعرف بظاهرة spirituals but not religious كشعار لهذه الطائفة، الروحيون غير المتدينين، يعني التدين خارج المؤسسة الدينية. الآن هل تعتقد أن لدين الكوكتيل وجود في بلاد المسلمين، أو لنقل في البلاد العربية حتى يكون حديث عن أمر نعرفه، لا نتحدث عن إندونيسيا وماليزيا، وكلنا لا نستبعد أن يكون هذا النمط هو السائد في العالم الإسلامي كله، باعتبار أن العالم كله أصبح متقارب جدا. لا شك أن دين الكوكتيل في انتشار وتمدد مع تنامي ظاهرة ما يعرف بالكيوت، وإن كان قد يتلبس بدين الكوكتيل أيضا متشدد لا يرى ولا يعتبر ما في هذا الدين من رحمة. باختصار،
دين الكوكتيل. قد تأخذ منه الولاء وتترك البراء، ربما تترك الولاء والبراء على أساس التوحيد لتوالي وتعادي على أساس العرق أو الأرض أو الدين أو الوطن أو المزاج الليبرالي. دين الكوكتيل قد تأخذ منه الصوم وتترك الصلاة، وربما تترك الصوم والصلاة. هو دين قد تأخذ منه الحجاب وتتجاهل حرمة الاختلاط، وربما تترك الحجاب وتقبل الاختلاط. هو تدين يبيح لك أن تدخل المشركين الجنة، بل يبيح لك أن تنفي الشرك عن المشركين ابتداء. هو تدين يجعل ذوق الفرد والجماعة فوق حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو تدين ليس فيه من الدين شيء، لأن الدين هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى تصديقا والتزاما. هو تدين أدانه الله سبحانه وتعالى في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه تذكرة حتى لا تكون فتنة، فالفتنة أن يكون بعض الدين لله وبعضه للأهواء.